مات الحلم وزاد الحزن وفقد الأمل واعتصر الألم. نعم التعبير مؤلم، لكن ليس هناك ما هو أشد إيلاما من تكرار الفشل في كل مرة. هذه الكلمات لا يستطيع أحد أن يختزلها في وصف مشاعر وأحاسيس الجمهور العماني الذي يعشق كرة القدم ويحب منتخب الوطن بالقلب والوجدان، وكان يمني النفس الوصول إلى المحفل العالمي 2026. إن شاء الله بإذن الله تعالى منتخبنا رايح كأس العالم. كانت تفصل منتخبنا خطوة واحدة تتعلق بحلم وطن يتساوى فيه الجميع، لكن لم يكتب لهم الفرحة. كل العمانيين يحلمون بأمانيهم في المشاركة العالمية، لكن البعض منهم كان يدرك أن الوصول إلى كأس العالم ليس بالأمر السهل كما يتوقعه الكثيرون في السلطنة. يا أبو سلطان، هذا يمكن أسهل مرحلة توديك كأس العالم. صح؟ صحيح. ما بنوصل. وهنا تتجلى حقيقة العمل الإداري في الاتحادات الخليجية في التحديات والمنافسات الكبرى. تبنى عبر منظومات متكاملة، ومرحلة كأس العالم تحتاج إلى نفس طويل من العمل والفكر والتخطيط. احنا المنظومة منها إذا جيت نتكلم عن المنظومة، لا المنظومة ما فيها عمل واضح، يعني على بحيث انك انت تقول والله انا اريد اروح كاس العالم. خلينا واقعيين يعني في الاخر. تريد تكون حالم باي عمل، انت تريد تروح كاس العالم باي فكر باي عمل، وانت تعرف الواقع هذا. بوجه رساله للحكومه، ماذا نريد من كره القدم؟ اليوم احنا ما نعرف، يعني من 1970 كره القدم ما في طابوقه جديده في الانديه، ولا عملنا شيء جديد، ولا في استراتيجيه واضحه، ولا في هدف واضح. ما نعرف وين نبي نوصل. احنا هدفنا كاس العالم، اشتغلنا عليه كاس العالم؟ لا. عندك دوري مراحل سنيه 4 سنوات، دور الاولمبي مفقود في الرياضه العمانيه. عندك دوري قوي؟ لا. عندك لاعبين محترفين في الخارج يمكن 2 أو 3. ما في هدف واضح للكره العمانيه. وين تبي توصل؟ انت حلم كاس العالم تنام وتحلم فيه في النوم، ولا تشتغل عليه؟ الناس اشتغلت، قطر اشتغلت، الامارات اشتغلت، السعوديه. وعلى صناع القرار في السلطنة أن يستلهموا شيئا من عمل ورزنامة الاتحادات الخليجية. نحن نلعب كرة القدم بينما الآخرون يصنعون كرة القدم. ورغم أن بلدنا كبيرة في المساحة لكنها صغيرة في الرياضة، وواقع اليوم لكرتنا العمانية هو امتداد الأمس. مشاركة منتخبنا في البطولات الرسمية خجولة والشواهد كثيرة، حيث ذاق أحمرنا العماني 3 سيناريوهات في 3 بطولات مختلفة مع 3 مدربين تعاقبوا على قيادة المنتخب العماني. السيناريو الأول مع المدرب برانكو في بطولة كأس آسيا في قطر، تقدم منتخبنا بهدف على السعودية وخسر بعد ذلك ب2 في الدقائق الأخيرة. السيناريو الثاني مع المدرب الوطني رشيد جابر في نهائي خليج 26 بالكويت، تقدم منتخبنا بهدف على البحرين وخسر بعد ذلك ب2 في الدقائق الأخيرة. السيناريو الثالث مع المدرب كيروش في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم، تقدم منتخبنا بهدف على الإمارات وخسر كذلك ب2 في الدقائق الأخيرة. يا لها من سيناريوهات قاسية على منتخبنا، ويا له من حظ عاثر على كرتنا العمانية. فيا صناع القرار، ارحم المحبين والجماهير التي تهتف باسم منتخب الوطن بكل عشق وحنين، لكن وللأسف يدق عليها ناقوس الخطر في كل بطولة قارية ودولية، ويخفق قلبها ويموت حلمها وسط حضنها، بلغة المشاعر أفضحتها الوجوه. ما أتمنى نوصل احنا لهالمرحلة صراحة. وصلنا لمرحلة يعني نبي ننافس، نبي نعيش مثل باقي الدول. احنا مش أقل عن كل الدول، مش أقل عنهم، لازم ننافس. كرة القدم هذه احنا نتنفسها، كرة القدم لابد تحسوا بهاي الشيء. الكل اللي يشتغل في كرة القدم لازم يشتغل بضمير. اشتغلوا من أجل الوطن، مش كل واحد ماسك كرسي ومنصب وقاعد عليه بس. الكل، الأندية سيئة، الرياضة سيئة، الاتحاد، الوزارة، كل شيء سيء في كرة القدم. فاحذروا أيها القائمون على الرياضة العمانية
من كسر النفوس لأنها مؤلمة، فالله سيسألكم يوما عن عيون أبكيتموها وعن قلوب أوجعتموها، فاحذروا أن يشركيكم أحد إلى الله. والله والقرآن نحلف بس لك هذا اليمين، ننحني كلنا على مودك وانت ظل عالي الجبين. والله والقرآن نحلف بس لك هذا